بزاف ديال الدراري كيسولوني هذا السؤال. بديت انا وصاحبي لاصال في دقه واحده، ولكن هو تبارك الله لي زابدو خرجوا ليه وبانوا، وانا باقا كرشي منفوخه بحال الكره. واش هو عنده جينات واعره وانا لا، ولا كيفاش؟ الحقيقه هي ان لي زابدو ماشي غير جينات، ولكن كاينين ثلاثه ديال النقاط كيديروا الفرق. اول حاجه واهم حاجه هي نسبه الدهون بادي فات. لي زابدو راه عند كاع البشر، ولكن باش يبانوا خاص تهبط النسبه ديال الشحمه في الجسم لواحد المستوى تحت 13% تقريبا. يقدر يكون صاحبك كياكل قل منك او كيحرق اكثر منك في النهار، يعني هو كيبين داكشي اللي كاين تحت الجلده، وانت واخا كترينيهم راهم مخبيين تحت الشحمه. ثاني حاجه هي الطريقه اللي كتريني بها لي زابدو، حيت راه عضله بحال الصدر او البيسابس خاصها هايبرتروفي. كاين اللي كيضرب 100 كرونش في النهار وما كيبان والو، وكاين اللي كيخدم تمارين بتركيز وكيخدم معاهم الثقل باش العضله كتغلاض وكتولي بارزه. حيت الا كانت العضله عندك صغيره واخا تنشف بزاف ما غاديش يبان داك الشكل اللي كتحلم به. في الخلاصه لي زابدو كيتخدموا في لاصال، ولكن كيبانوا في الكوزينه. الا بغيتي تلحق بصاحبك ركز على الماكله ونشف من بعد، وما تنساش تخدم الكرش بتمارين فيها المقاومه والثقل. راه ما كاين لا سحر لا والو، كاين غير التركيز في التفاصيل وتقاد ماكلتك. ونتشوفوا في الفيديو الجاي.